بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يلا بينا نعمل السابليه بأسهل طريقة. عايزة أقول لكم الطريقة دي ناجحة جدا وكأنكم بتاكلوا وتيفور. هو اسمه سابليه بس بجد طعمه ناعم جدا وتحفة وخطير جدا. عايزة أقول لكم الكمية دي ما شاء الله من كيلو دقيق واحد عمل معانا حوالي 2 كيلو. يلا بينا على الطريقة. هنا معايا كوباية ونص من السكر الناعم، لازم يكون ناعم، و650 جرام من الزبدة، يعني حوالي 3 كوبايات زبدة. أنا كنت حطاها في التلاجة وسبتها تفك شوية. هنضربها بقى كويس جدا زي ما انتوا شايفين لحد ما ينعم معانا، وبعد ما ينعم معانا هنزل بأول بيضة واضربهم الأول لحد ما تختفي معانا، وتاني بيضة وهروح حاطة معاهم الفانيليا، كيس من الفانيليا، ونضربهم بقى كويس مع بعض لحد ما تختفي برضو. وبعد كده بقى حطيت رشة من الملح، يعني ذرة بسيطة خالص، ونضربهم مع بعض. وهنزل بالكيلو من الدقيق المنخول. طبعا انا هنا مش هعجن، انا هنا زي بلم العجينة كده معايا علشان ما تعملش عرق معانا. تمام كده. هفضل بقى الم كده بالراحة خالص لحد بقى ما الدقيق يتشرب من الزبدة زي ما انتوا شايفين كده. كده ما شاء الله العجينة لمت معانا ومش بتلزق خالص. خدت بقى جزء منه هعمله بالشوكولاتة. حطيت 3 معالق من الكاكاو الخام، وهحط معاهم معلقة من الزبدة، معلقة كبيرة علشان حطينا طبعا كاكاو. هسيبهم بقى في التلاجة. انا عايزة اقول لكم انا سبتهم حوالي يوم في التلاجة، وتاني يوم اشتغلت بيها عادي جدا. وما بين كيسين من التلاجة حطيت بقى العجينة بتاعتي وفردت بالنشابة زي ما انتوا شايفين كده لحد ما نوصل لسمك كده حوالي نص سنتي. وجبت القطاعات، في مدور وفي مربع، الشكل اللي انتوا بتحبوه. وهقطع بقى كده الاشكال بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده، وهرصها بقى في الصينية. في صينية تكون ألمنيوم. وهنا كان عندي قالب من السيليكون زي ما انتوا شايفين كده، فحطيته كده طبع على العجينة. قلت اعمل بقى شكل زي الفلوتس كده، بسكوت الويفر. حطيته وسكنته زي ما انتوا شايفين. عايزه اقول لكم انا بعد كده بقيت اخد من العجينه كده عشوائي واحط كده. وهنا برضو دي قوالب الطرت الصغيره برضو حطيتها كده وسكنتها، وبنعملها بالشوكه علشان ما تنفخش معانا. وهنا برضو اشتغلت بالجزء اللي بالشوكولاتة، فردته زي ما انتوا شايفين كده. عايزة اقول لكم بجد مفيش اسهل من طريقة السابليه، جميلة جدا. واللي بيحب التزيين والتقطيع هيحب الطريقة دي جدا. بعد ما رصيتها بقى في الصينية، انا كنت مشغلة الفرن على درجة حرارة 170 من مدة 12 لربع ساعة. طبعا انتوا بتبشروا كل واحد على حسب الفرن بتاعه. وده التسوية بتاعته. بصوا بقى ما شاء الله دي الكمية بعد ما خلصتها. انا كنت حطيتها بقى في العلبة كده وطلعتها بقى علشان ازين. ده صوص الكراميل انا كنت عاملاه، زينت بقى بيه القوالب اللي احنا كنا عاملينها. وعملت برضو جانيش الشوكولاتة وزينته برضو بيه. يعني الافكار التزيين دي افكار كتيره، ممكن زي ما انتوا حابين الحاجه اللي انتوا تحشوها. ممكن تحشوا مربى شوكولاته، في شوكولاته بيضه. انا هنا برضو سيحت شوكولاته علشان برضو ازين بيها. التزيين ده بقى يعني حاجه بتاعتكم وترجع لكم، يعني الحاجه اللي انتوا تحبوها. وهنا برضو سيحت بقى شوكولاتة بيضة كده وزينتها. بجد مفيش احلى من العمايل السابليه او البيتيفور. حاجة جميلة جدا لما انت بتعمليها بتبقي فرحانة. وفرحة العيد وكل سنة وانتم طيبين ويعود عليكم الايام بخير يا رب. بصوا بقى عايزة اقول لكم يعني ما شاء الله ناعم جدا. او بص حتى حتة وقعت لما بفكها. جميل جدا وناعم. وان شاء الله تجربوها وتعجبكم. وما تنسوش بقى لايك وشير للفيديو لاني تعبت فيه جدا. ويا رب اكون ضيفة خفيفة عليكم، والف هنا ومع السلامة.